اسمي عادل، عمري 21 سنة. حتى بضعة أشهر مضت كانت حياتي بسيطة. والدي كان دائما يحميني ويوفر لي كل ما أحتاجه، ويحرص على ألا أنشغل سوى بدراستي. لم أعرف أبدا معنى أن أكون مسؤولا عن أحد. كنت شابا يعيش في عالم آمن، لا يقلق على لقمة العيش أو فاتورة الكهرباء. لكن بين ليلة وضحاها تغير كل شيء. توفي والدي فجأة، ووجدت نفسي فجأة الرجل الوحيد في المنزل. أمامي أمي التي لم تعتد على العمل، وأختي الصغيرة التي لا تزال في المدرسة. لم يكن هناك وقت للحزن أو الانهيار، كان علي أن أتحرك فوراً. والدي رباني على أن الرجل الحقيقي هو من يحمي ظهر أهله ولا ينتظر المساعدة من أحد. كبريائي لم يكن ليسمح لي أبداً أن أمد يدي لأحد حتى لو جعت. نزلت إلى الشارع أبحث عن أي عمل، أي فرصة. مشيت لمسافات بعيدة على قدمي حتى تورمت قدماي، ورفضت أكثر من 30 مكاناً لأنهم لم يكونوا بحاجة إلى شباب. كل يوم كان يمر كان يحبطني أكثر، لكن فكرة أن أمي وأختي قد ينامان جائعتين كانت تدفعني للاستمرار. كنت أشعر أن الدنيا تضيق بي، وأنه لا مفر من هذا الكابوس. في أحد الأيام وأنا أكاد أفقد الأمل، دخلت شركة صغيرة لتجميد وتفريز الخضروات. كانت الشركة متواضعة، لكن صاحبتها كانت سيدة في ال40 من عمرها، تبدو أنيقة ومهتمة بنفسها بشكل لافت. قالت لي إنها منفصلة عن زوجها منذ سنوات بسبب خلافات لا تنتهي، وكان يعاني من الإدمان. نظرت إلي بفضول، ثم طلبت مني مساعدتها في حساب صفقة معينة. بطريقة ما تمكنت من حل المسألة بسرعة أمامها. أعجبت بذكائي، وعرضت علي وظيفة محاسب في المصنع، لكن بشرط غريب: سأعمل نصف يوم في المصنع والنصف الآخر في منزلها، لمساعدتها في زراعة أرض خلف بيتها. كنت خائفاً جداً من هذا الشرط، لكنني وافقت دون تردد. لم يكن لدي خيار آخر. في اليوم التالي اكتشفت أن الأرض لم تكن مجرد بقعة صغيرة، بل كانت مساحات شاسعة مهملة بالكامل. عرفت بعدها أن كل من حاول زراعتها فشل بسبب تربة فقيرة وطرق خاطئة. وهنا بدأت رحلتي الحقيقية. كنت أدرس الزراعة في الكلية، وقررت أن أطبق كل ما تعلمته لإصلاح الأرض. بدأت بتحليل التربة، ثم أضفت الأسمدة اللازمة، وغيرت نظام الري. كنت أبذل مجهوداً خرافياً، لكن السيدة التي سنسميها نوال كانت كريمة جداً معي. راتبي كان كبيراً، وكانت تهتم بوقت دراستي، بل وتسأل عن أمي وأختي باستمرار. شعرت لأول مرة أن هناك بصيص أمل، لكني كنت أخشى شيئاً آخر. جمالها واهتمامها بنفسها جعلاني أتساءل إن كانت لديها نوايا أخرى. هل كانت هذه الفرصة نعمة أم نقمة؟ وهل سأستطيع الحفاظ على حدودي؟ مرت الأشهر وكبرت العلاقة بيني وبين نوال بشكل طبيعي. لم تكن أبداً كما توقعت. لم تتعرض لي بأي تصرف غير لائق، بل كانت محترمة جداً وأمينة، وأكثر من ذلك كانت إنسانة طيبة القلب. كنت أشعر أنها تعاملني وكأني ابنها أو حتى شقيقها الأصغر. لكن مع الوقت بدأت أرى جوانب أخرى فيها. نوال لم تكن مجرد سيدة غنية وحيدة، كانت تحمل جراحاً عميقة من ماضيها. زوجها السابق لم يخسر أموالها فقط، بل خان ثقتها وأهان كرامتها مراراً. وولدها الاثنان كانا قاسيين معها، دائماً يلومانها على الطلاق رغم أنهما يعلمان ما كان يفعله والدهم. في كل مرة تحاول التقرب إليهما كانا يبعدانها، وكأنها السبب في كل مشاكلهما. في أحد الأيام تعبت نوال فجأة، مرضاً شديداً لم يسبق له مثيل. اتصلت بابنيها، لكنهما لم يأتيا، رافضاً زيارتها بحجة الانشغال. لكني عرفت الحقيقة: كانا غاضبين منها لأنها أعطتني ثقتها
وتركني أدير حسابات المصنع والأرض. بكيت من الداخل لما رأيتها وحدها في غرفة المستشفى، لا أحد بجانبها سواي. بقيت إلى جانبها أياماً كاملة، أعتني بها وأطمئن عليها، وأترك المصنع ثم أعود. في تلك الأيام انكسر في عيني كل صورة القوة التي بنتها حول نفسها. رأيت امرأة هشة، خائفة، تحتاج فقط إلى من يشعر بها. ولأول مرة شعرت أنها لم تعد مجرد صاحبة عمل، بل إنسانة قريبة جدا من قلبي. بعد أن تعافت، تغيرت نظرتها لي تماما. صارت أكثر دفئا، أكثر اهتماما. كانت تفاجئني أحيانا بطعام أعدته خصيصا لآخذه لأمي، أو تسأل عن دراستي وكأنها أمي الثانية. في يوم من الأيام طلبت مني زيارة والدتي في منزلنا. استغربت كثيراً، لكني وافقت. والدتي التي كانت تسمع عن نوال باستمرار فرحت جداً ورحبت بها. في يوم الزيارة حدث شيء غير متوقع. نوال وأمي لم تكتفيا بالتحية والمجاملات، بل جلسا يتحدثان لساعات وكأنهما صديقتان منذ الطفولة. والدتي انبهرت بقصة نوال وبكت لما سمعته عن معاناتها مع ولديها وزوجها السابق. وفي المقابل، نوال انبهرت بقوة والدتي رغم ظروفنا الصعبة. تركتنا النساء في عالم خاص بهما، وأنا كنت أنظر من بعيد وأتساءل: هل هذا طبيعي؟ هل هذا القدر من التقارب بين صاحبة عمل ووالدتي هو شيء جيد؟ ولماذا أشعر أن نوال تريد شيئاً أكثر مما تظهر؟ بعد تلك الزيارة لم تعد الأمور كما كانت. نوال صارت أكثر قرباً من عائلتي، ووالدتي لم تتوقف عن الدعاء لها. كنت أنا أيضاً قد تغيرت. مشاعري تجاه نوال لم تعد مجرد امتنان أو احترام. أصبحت أشعر بانجذاب قوي وإعجاب حقيقي بشخصيتها، بطيبتها، بعقلها، وحتى بضعفها الذي كنت أعتقد أنه لا يوجد فيها. في أحد الأمسيات، وبعد أن انتهينا من العمل في الأرض التي أصبحت الآن خضراء وجميلة وتدر أرباحاً كبيرة، قررت أن أواجهها. اعترفت لها بأنني معجب بها، بل وأكثر من معجب. قلت لها إني أريد الارتباط بها. ضحكت بهدوء، لكن عينيها كانتا جادتين. قالت لي كلمة توقعت بعضها وفوجئت ببعضها الآخر: أنا أيضاً معجبة بك من أول يوم عادل. أنت شريف ومتعلم ومحترم، وهذا نادر، لكن لا نصلح لبعض. أنا امرأة في منتصف العمر، نصف حياتي راح. أنت شاب في بداية الطريق. لو ارتبطت بي الآن قد تندم بعد سنوات، وقد تشعر أنك ضيعت شبابك مع امرأة لا تستطيع أن تعطيك كل ما تحتاجه. أصررت وقلت لها إني لن أندم أبداً. عندها وضعت شرطين قاسيين. الشرط الأول: لن أنجب منها أطفالاً. قالت إنها لا تريد أن أربط نفسي بها بأولاد ثم أندم لاحقاً. الشرط الثاني: إذا أحببت يوماً أن أرتبط بامرأة أخرى أو أتزوج بأخرى أصغر سناً، فهي لن تمنعني، لكن بشرط أن أكون صادقاً معها وأخبرها بنفسي، وألا أخونها أو أكذب عليها أبداً. صدمت في البداية، لكن كلامها كان عاقلاً جداً. وافقت على كل شيء. وعندما أخبرت والدتي، قالت لي: يا ولدي، أنا نفسي أفرح بك وبعروسة صغيرة في عمرك، لكن لو أنت مصمم، خليك حريص. كلامها صحيح. المهم ما تنساش إنك لو دخلت في العلاقة دي لازم تكون عارف إنها مش سهلة. تزوجنا في حفل بسيط جدا. كنت سعيدا، لكن سعادتي لم تدم طويلا. بعد كاتب الكتاب بدقائق حدث الانهيار. باب قاعة العقد انفتح فجأة، ودخل أبناء نوال وأزواجهم بغضب عارم. اتهموني بأني أستغلها، وأني أريد أن آكل ميراثهم. قالوا كلاما قاسيا جدا، وطردوني من المكان. كرامتي لم تتحمل، وأخذت أغراضي وخرجت. نوال حاولت التحدث معهم، لكنهم لم يسمعوا. هل انتهى كل شيء قبل أن يبدأ؟ وهل سأخسرها بسبب أولادها؟
بعد يوم من تلك الليلة الكارثية، كنت جالساً في بيتنا، أشعر بالإهانة والغضب. فوجئت بنوال تقرع الباب. دخلت على والدتي واعتذرت لي بالدموع. قالت إنها عاقبت أولادها بشدة وإنها ستحل كل شيء. أخبرتني أنها وزعت جزءاً كبيراً من ميراثهم مقدماً، أموال، مجوهرات وأراضٍ، لكي ترضيهم وتسكتهم، ثم رتبت عشاءً في فيلتتها وطلبت مني أن أحضره حتى يعتذروا لي رسمياً. ذهبت متردداً، لكني وجدتهم مختلفين تماماً. كانوا مهذبين، معتذرين، وكأن شيئاً لم يحدث. عرفت وقتها أن نوال اشترت سلامنا بمالها. شعرت بمرارة داخلية، لكني قررت أن أتجاوز لأجلها. لكن تلك الليلة بعد العشاء كانت مختلفة تماماً، ولأول مرة منذ زواجنا بقيت وحدي مع نوال في غرفتها. لم أكن أتخيل أن هذه السيدة الأنيقة، القوية، الحكيمة يمكن أن تكون كل هذا في العلاقة الخاصة. اكتشفت أنني لم أعرف معنى الزواج قبل تلك الليلة. كانت نوال بالنسبة لي أكثر من زوجة. كانت معلمة وشريكة وعاشقة مذهلة. أحسست أنني ولدت من جديد. وفي لحظة صفاء قالت لي إنها غيرت رأيها بخصوص الأطفال. صارت تريد أن تنجب لي طفلاً. شعرت بسعادة لا توصف، وكدليل على ثقتها بي وكلتني بإدارة كل ممتلكاتها بالكامل: المصنع، الأرض، البيت، كل شيء. قالت لي: أنت رجلي وأمين سري. مرت أشهر كأحلام اليقظة. كنا نسافر، نزرع، ندير العمل، ونحب بعضنا بجنون. كانت نوال غيورة جداً، لدرجة أنها كانت تغار من أي امرأة تكلمني ولو بكلمة. كنت أشعر بالفخر أحياناً وبالضيق أحياناً أخرى، لكن فجأة تغير كل شيء. بدأت أشعر أنها تبتعد، تصبح باردة، ثم تتهمني فجأة بأن لي علاقة بأخرى. أنكرت بشدة، لكنها لم تصدقني. قالت إن أولادها أخبروها أنهم رآوني مع امرأة في مقهى. عرفت أنها مكيدة، لكن نوال لم تستمع لعقلي، فقط استمعت لقلبها المجروح. اتهمتني بالخيانة ورمتني بألفاظ جارحة. كبريائي لم يتحمل، فتركت البيت ورميت عليها اليمين. هل ستنجح مؤامرة أولادها في تدمير حياتنا؟ وهل سأخسر حبي بسبب كذبة؟ خرجت من الفيلا وأنا أشعر أن الأرض تهتز من تحتي. نوال التي علمتني معنى الحب والأمان اتهمتني بسهولة دون تحقيق. كل التضحيات التي قدمتها، كل الليالي التي بقيتها بجانبها في مرضها، كل الجهد الذي بذلته في أرضها ومصنعها، كل ذلك ذهب هباء في لحظة ضعف منها. أدركت أن جراحها القديمة كانت أعمق مما تخيلت، وأن أولادها نجحوا ببراعة في استغلال نقطة ضعفها الوحيدة: الخوف من الخيانة. لم أكن أعلم كيف أوقف هذا الانهيار. لم أتصل بها ولم تتصل بي. بعد أسبوع، وبينما كنت أحاول لملمة نفسي في بيت أمي، وصلني خبر صادم: نوال انهارت تماماً، ليس عاطفياً فقط بل صحياً أيضاً. دخلت المستشفى في حالة نفسية سيئة. ذهبت إليها رغم كبريائي. عندما دخلت غرفتها، رأيت امرأة منهكة، عيونها باكية وجسدها يرتجف. نظرت إلي وقالت بصوت متعب: أنا آسفة يا عادل. صدقتهم لأني خائفة من أن أخسرك، وكلما خفت زاد تدميري لكل شيء جميل في حياتي. بكيت معها، سامحتها فوراً، لكني طلبت شرطاً واحداً: أن تبتعد عن أولادها تماماً، أو على الأقل تضع حدوداً حديدية معهم. وافقت بصعوبة. عدنا إلى حياتنا، لكن ليس كما كانت. صرنا أكثر وعياً، أكثر حذراً. نوال بدأت علاجاً نفسياً لمواجهة مخاوفها القديمة، وأنا أدركت أن الحب وحده لا يكفي، بل يحتاج إلى حدود، ثقة متبادلة، وشجاعة على المواجهة. في النهاية، حملت نوال مني، أنجبت توأماً، ولداً وبنتاً. أولادها حين عرفوا أنهم لن يرثوا كل شيء كما خططوا،
هاجمونا قانونياً، لكننا كنا مستعدين. كتبنا وصية واضحة تحمي أطفالنا. اليوم، وأنا في 26 من عمري، أملك شركة زراعية ناجحة، وزوجة تعلمت من أخطائها، وأماً سعيدة، وأختاً تكمل تعليمها. نوال ما زالت تغار، لكنها صارت تثق بي، وأنا ما زلت أحبها، لكن ليس كفتى صغير يلهث وراء امرأة أكبر منه، بل كرجل يعرف قيمة ما بناه ومستعد لحمايته بأي ثمن. القصة لم تنتهي تماماً، فالحياة دائماً تختبر الصابرين، لكن هذه المرة نحن جاهزان.